نوبو راح يرجع يواجه البكاية في الميجور. نهائي تصفيات المينا للميجور المرحلة الثالثة بين فالكونز وتويستد، وبصراع لحسم المركز الأول. وبعد ما كل فريق منهم فاز وحدة، الحين لحظة الحقيقة. المباراة الأولى بننتظر لحد آخر دقيقة، ووقتها تي ار كي بسجل الأول لفالكونز، وبعدها على طول كيلرز بعزز التقدم بالثاني. نوبو بقلص الفارق لتويستد. وشوفوا لي هالهدف الأسطوري من ملك الفرديات نوبو، من المرمى للمرمى ليعدل النتيجة بآخر الثواني. في الأوفر تايم نوبو بكمل العودة القوية وبحسم الفوز لتويستد. المباراة الثانية رايز بسجل الأول لتويستد، بس رواس برد عليهم بالتعادل، واتوميك بيرد عليهم وبسجل الثاني. رواس بيرجعوا بخطف التعادل لفالكونز، وما بنطول كثير وتي ار كي بسجل الثالث لفالكونز ليحسمها كيلرز بالرابع. المباراة الثالثة وكيلرز بيفتتح التسجيل للصقور، ورواس على طول بضيف الثاني. تي ار كي بيكمل عليهم وبالثالث. توميك بقلص الفارق، وبعد مرتدة كيلرز بسجل الرابع. توميك بسجل ثاني متأخر لتويستد. المباراة الرابعة وهالمرة تويستد بيفتتح التسجيل عن طريق اتوميك، وبيحافظ عليه لحد ما رواس بعدل النتيجة، وبرجع روس وبخطف الثاني لفالكونز. وبآخر الثواني نوبو بينجح يعدل النتيجة، ونوبو بيكمل أداؤه الخرافي وبيجيب الفوز في الأوفر تايم. المباراة الخامسة وأتوميك كمان مرة بسجل الأول لتويستد، وتقدم لحد ما تي ار كي بسجل التعادل. كيلرز بيعزز التقدم بالثاني، وأتوميك وبرجع وبيعدل النتيجة، وهالمرة الأوفر تايم من نصيب فالكونز بعد بلوك أسطوري من رواس. المباراة السادسة اللي بتكون بدون أهداف طول الوقت الأصلي، وفي الأوفر تايم بيحسمها الصقور وبيعلنوا نفسهم المسيطر والأقوى في المينا. وبما إنه فالكونز تصدر هيلعب ضد سيكريت، وتويستد هيلعب ضد فيتاليتي، يعني نوبو ضد زن كمان مرة. الله أعلم مين يبكي هالمرة، وبالتوفيق للفريقين في ميجور برينغهام.